ويلا بينا نروح مع بعض لدرس النهارده وهو مقارنة الصفات. عاوزين بقى نتكلم في الأول إن الإنجليش قسم الصفات نوعين. عندنا حاجة اسمها short adjectives صفات قصيرة، وعندنا حاجة تانية اسمها long adjectives صفات طويلة. يا ترى ليه سميناهم صفات قصيرة وليه سميناهم صفات طويلة؟ طبعا احنا قسمناهم كده علشان السيلابلز أو المقاطع. لو الصفة المقطع بتاعها مقطع واحد اسمها short adjectives. تعال نشوف أمثلة كده للصفات القصيرة. عندي الادجكتيف بتاعتي أو الصفة بتاعتي tall. بص أنا قطعها على مقطع واحد. تعال نشوف مثال كمان. old مقطع واحد. fast مقطع واحد، يبقى سميتها short adjective عشان هي صفة نطقتها على مقطع واحد، أو إيه هي مقطع واحد بس. لكن اللونج adjectives الصفات الطويلة اللي هي بتتكون من أكتر من مقطع، زي بص كده معايا expensive. بص أكتر من مقطع expensive 3 مقاطع. تعال نشوف كمان واحدة. important برضو أكتر من مقطع. عندي كمان dangerous برضو أكتر من مقطع. يبقى صفة قصيرة مقطع واحد، والصفة الطويلة أكتر من مقطع. عشان كده هنتكلم النهاردة على المقارنة ما بين اتنين، أو نوع من أنواع المقارنة، وهي لما أقارن بين اتنين. طب لما أقارن بين اتنين وعندي بقى الصفة نوعين. الصفة القصيرة زي ما اتعلمنا قبل كده كتير في ابتدائي وإعدادي، في المراحل دي كلها كنا خدنا بنضيف للصفة إيه؟ حد فاكر؟ أيوه بنضيف لها ER. يعني إيه؟ taller. وكمان هنا old تبقى older، faster. يبقى الصفة القصيرة أو short adjective بنضيف لها ER. وبعدين قال لي كمان بتحط كلمة than. taller than أطول من، older than أكبر من في العمر طبعا، faster than أسرع من. ده لما أقارن بإيه؟ أقارن بين اتنين. لما بقارن بين اتنين بحط للصفة ER وبعد كده than. طب يا ترى الصفة بقى الطويلة بنعمل فيها إيه؟ قال لي بتحط قبليها كلمة more أو كلمة less. طبعا more معناها أكتر ولess معناها أقل. وبعدين قال لي بجيب بعدها than، يبقى more expensive than أغلى من، more important than معناها إيه؟ أكثر أهمية من، less أو more dangerous than أخطر من. يبقى more صفة than دي معناها أكتر، لكن less بقى تدي العكس. يعني إيه؟ less expensive than يعتبر أرخص من، less important than أقل أهمية من، less dangerous than معناها إيه؟ أقل خطورة من. يبقى ببساطة كده ملخص سريع، الصفات نوعين short و long، صفات قصيرة وطويلة. لما أقارن بين الاتنين بضيف للصفة ER than مع الصفات القصيرة، وأحط more أو less صفة طويلة، وبعد كده than لما أقارن بين الاتنين. تعالى بقى ناخد معلومة خطيرة جدا بتقول لي إيه؟ خلي بالك ممكن أستخدم كلمة less مع الصفات القصيرة. بستخدم كلمة less مع الصفات القصيرة. يعني بص المثال ده كده. علي is less tall than أحمد. less tall than أحمد يعني إيه؟ يعني علي أقل من أحمد في الطول. خد بالك كلمة طول هنا ما ضفنا لهاش ER عشان حطيت قبلها less. يبقى هنا لما أقول إن في واحد أقل من واحد في الطول مع صفة قصيرة مثلا، بنضيف كلمة less قبل الصفة القصيرة، واوعى تضيف than مع كلمة طول. تمام؟ هنروح بعد كده بقى المقارنة ما بين واحد ومجموعة. لما أجي أقارن ما بين واحد ومجموعة، يعني إيه أقارن واحد ومجموعة؟ يعني مثلا علي أشطر واحد في الفصل، الأسد أسرع حيوان، وهكذا. يعني لما أقارن بين واحد ومجموعة برضو هنقسم نفس التقسيمة بتاعتنا. عندنا short adjectives واللونج adjectives الصفات القصيرة والصفات الطويلة. تعالوا كده نشوف مع بعض. ادي الامثله برضو بتاعتنا طول، وعندي الادجكتيف اولد، وكمان عندنا فاست. بنعمل ايه بقى لما اقارن بين واحد ومجموعه؟ لما احب اقول مثلا علي اطول واحد في الفصل، مين فاكر؟ ايوه بنحط قبليها كلمه ذا. قبليها كلمه ايه؟ ذا قبل الصفه القصيره. وبعدين قال لي بتضيف بقى للصفه EST. بتضيف للصفه ايه؟ EST. يعني ذا tallest الاطول، the oldest الأكبر في السن، the fastest الأسرع. يبقى الصفة القصيرة لما أقارن ما بين واحد ومجموعة بنضيف للصفة ذا قبلها
وبعدها est. طيب الصفة الطويلة بقى هنعمل فيها ايه؟ قال لي بتضيف كلمتين قبلها بس، اللي هما مين؟ عندي كلمة the most وعندي كلمة the least. the most expensive معناها ايه بقى؟ الأغلى. the most important الأهم. the most dangerous الأخطر. يبقى the most وبعديها صفة طويلة وبس. طب the least بقى، the least ايه دي بقى؟ دي الأقل، عكس على طول. the least expensive الأرخص. the least important الأقل ايه؟ أقل أهمية. the least dangerous الأقل خطورة. يبقى the most و the least مع الصفة الطويلة نحطها قبلهم لما أقارن ما بين واحد ومجموعة. تمام؟ طيب نروح بعد كده عندنا بعض الصفات غير المنتظمة. يعني عندنا بقى مش كل الصفات نحط لها ER لما أقارن بين الاتنين. عندي بعض الصفات غير المنتظمة دي اللي بنحفظها زي ما هي. تعال نشوف بقى ايه الصفات بتاعتنا. عندنا أول صفة اللي هي صفة good اللي معنى جيد. محدش بقى عبقري يقول لي مستر ما انت قلت لنا احط لها ER. لا مش هينفع. دي بقى لما اقارن بين اتنين comparative مقارنة يعني بين اتنين بعمل ايه؟ تبقى اسمها better than أفضل من. طب superlative أو اللي هي مقارنة بين واحد ومجموعة بعمل ايه؟ قال لي بتبقى the best. يبقى تاني عندي صفة good دي irregular غير منتظمة، صفة تتحفظ زي ما هي. بحط better than مقارنة بين اتنين، و the best ده مقارنة ما بين واحد ومجموعة. عندنا كمان صفة bad اللي معناها سيء. لما اقارن بين اتنين قال لي اسمها worse than. طب الأسوأ خالص بقى واحد مجموعة the worst الأسوأ. يبقى bad سيء، worse than أسوأ من، the worst الأسوأ. عندنا كمان صفات تانية زي كلمة صفة much ومني معناهم كتير. طبعا much للكمية ومن العدد لو فاكر. عندنا بقى لما اقول اكتر من سواء كمية وعدد قال لي بتحط more than اكتر من سواء كمية او عدد. طيب اكتر بقى the most الاكتر سواء كمية برضو او عدد. عندنا كمان كلمة little قليل للكمية. عاوز اقول اقل من للكمية less than. طب الاقل خالص the least الاقل للكمية. تعال نشوف بقى few بتاعت الايه؟ ايوه قليل العدد. fewer than اقل من للعدد. the fewest الاقل للعدد برضو. دي الصفات المهمة جدا غير المنتظمة، لسه مخلصناهاش، بس دول اهم صفات غير منتظمة ممكن تشوفها في الامتحانات عموما. طيب بعد كده عندنا ايه تاني بقى؟ عندنا الصفة late. خلي بالك بقى late ما سهلة يا مستر late اهي. هنحط ايه؟ ER then later than و the latest سهلة خالص. late لما يكون معناها متأخر في الوقت يبقى بنستخدم later than و the latest. معناها متأخر في الوقت. بس للأسف لها استخدام تاني. بص كده المثال ده I came later than علي but كمال came the latest one. أنا جيت متأخر عن علي. متأخر عن علي. لكن كمال جه امتى بقى؟ came the latest one جه آخر واحد أو أكتر واحد كان متأخر يعني. ده بالنسبة لليتر لما يكون معناها متأخر. قال لي بقى خلي بالك ممكن late تستخدم أو لما أجي أقارن بستخدم late بمعنى تاني. بص بقى هنا late قال لي ممكن تستخدم بمعنى أو يستخدم كلمة the letter اللي هي بدبل تي باتنين تي. دي معناها ايه بقى؟ طيب معناها التاني معناها التاني. و the last معناها الأخير. يعني ممكن من كلمة late أحط the letter اللي هي بدبل تي معناها التاني و the last معناها الأخير. واحد يقول لي أنا مش فاهم حاجة. طب بص المثال ده وهفهمك ايه المطلوب. بص كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي I have 3 friends. أنا عندي 3 أصدقاء. أنا عندي إيه؟ 3 أصدقاء. One of them is a doctor. واحد فيهم دكتور. خلاص ما فيش مشكلة واحد دكتور. The leader يعني التاني is an engineer. التاني ماله؟ ده مهندس. طب and the last والأخير أو آخر واحد فيهم بقى من التلاتة
is a teacher. يبقى دلوقتي the letter بدبل تي معناها التاني، رقم 2. انت ذكرت كذا حد عدد فبتقول التاني منهم، يبقى the leader التاني is an engineer، و the last معناها الأخير. يبقى leader لما تبقى دبل تي يبقى معناها التاني، والأخير هتبقى the last. ده مقارنة ما بين late اللي هي معناها متأخر، اللي هي later than و the latest العادية بتاعتنا. لكن لو ضفت دبل تي ل later هتبقى معناها نطقها أصلا leader، فبالتالي هيبقى معناها التاني غير بقى، والأخير بقى هتبقى the last. ده بالنسبة لكلمة late. بعد كده عندنا بقى إيه؟ عندنا كمان كلمة far معناها بعيد، المسافات، بس برضو فيها مشكلة. بص farther than و the farthest. قال لي بقى ممكن تبقى اسمها further than و the furthest. ايه بقى far او farther اللي بالاي دي و further اللي باليو، ايه الفرق بينهم؟ قال لي اللي بالاي دي تستخدم للمسافات، البعد، المسافات، ابعد للمسافة، المسافة بتتقاس بالكيلومتر مثلا، خلاص. لكن further اللي هي باليو دي تبقى معناها اكتر. يعني ايه بقى؟ يعني ايه اكتر؟ بتستخدمش المسافات، بتستخدم اكتر لحاجة معنوية. طب اديني مثال عشان افهم اكتر. بص كده معايا. The store is farther away than I thought. معناها ايه الجملة دي بقى؟ المحل ابعد ما كنت انا متوقع. ابعد يعني ايه ابعد؟ يعني ابعد المسافة. مسافته ابعد ما كنت متوقع. هو كان فكره قريب طلع بعيد. يبقى farther بالايه معناها ابعد للايه؟ المسافة. طيب لكن بقى بص المثال التاني ده. We need to discuss this matter further. We need to discuss this matter further. احنا محتاجين نناقش الموضوع ده اكتر. هنا مفيش مسافات بقى، محتاجين نناقش الموضوع ده اكتر يعني اكتر من اللازم يعني. ده الفرق بين farther further. فرق اللي هي بالاي واللي باليو. اللي بالاي للمسافة، بعد المسافة، وباليو معناها اكتر من اللازم. تعالوا بعد كده نروح بقى نشوف ايه كلمات زي كلمة عندنا بعض الكلمات زي كلمة far وmuch والوت. ايه الكلمات دي؟ قال لي دي بتستخدم قبل المقارنة، قبل صفة المقارنة عشان تقوي المعنى. طيب يعني ايه برضو مش فاهم؟ يعني دلوقتي بيقول لك ايه؟ علي اسرع من احمد، تمام. طب بس عايز اقول لك علي اسرع من احمد بكتير. طب اقولها ازاي؟ تعال نشوف مثال كده. The plane is much faster than the car. The plane is much faster than the car. الطيارة أسرع من العربية. طب عارفين ترى أسرع من العربية مفيش مشكلة، لكن أسرع منها بكتير. أقولها إزاي دي بقى؟ أحط كلمة much قبلها زي ما أنت شايف كده، أو ممكن كلمة far، أو ممكن كلمة a lot. كل دي الكلمات تستخدم عشان إيه؟ أكتر بمقدار كتير، يعني بتقوي الإيه؟ مقدار المقارنة. يعني هو أسرع، الطيارة أسرع بكتير. طيب لو عاوز بقول العكس بقى اقل، يعني عاوز اعمل ايه؟ استخدم كلمات بقى عشان تخفف الايه؟ المقارنه. عندي كلمات زي a little و a bit و slightly. a little و a bit و slightly. الكلمات دي بنعمل بيها ايه بقى؟ قال لي بنستخدمها عشان نقلل المقارنه. طب بص المثال ده. علي is a bit faster than احمد. علي اسرع من احمد، بس ايه كلمه a bit دي معناها اسرع منه بحبه صغيرين، اسرع منه بمقدار قليل، يعني بايه؟ مش بكتير. يبقى كلمات زي far much a lot اللي في الاول دول عشان يقولوا المقدار الايه؟ المقارنه مقدار كبير. لكن كلمات زي slightly و a bit و a little دي بتقلل المقدار وتدي المقارنه تبقى اقل من اللازم. يعني a bit faster يعني اسرع منه بس بحبه صغيرين. a bit older اكبر منه بس مش بكتير. تعالوا نروح مع بعض لمعلومة جديدة. ويقول لي ممكن استخدم المقارنة بدون كلمة than. امتى بقى؟ قال لي لما يكون الطرف الثاني من المقارنة مفهوم. يعني ايه؟ تعالوا نشوف مثال مع بعض كده. بيقول لي the weather was so bad yesterday. الجو كان سيء امبارح. but today لكن النهاردة it's نقط. طيب الجو كان سيء جدا امبارح، يبقى الجو النهاردة ايه؟ اكيد احسن، افضل. هقولها ازاي؟ it's ايه؟ it's better. ليه قلت better ما قلت than؟
عشان مفهوم ان الجو كان سيء امبارح لكن النهارده افضل من امبارح. مش لازم بقى اجيب كلمة than فين في المقارنة بالايه مع الامثلة دي. تعال نشوف مثال كمان عشان تبقى الفكرة اوضح. بيقول لي احمد is fast، احمد سريع. but علي is not، لكن علي ايه؟ احمد سريع بس علي اسرع. اقولها ازاي؟ faster. ليه بقى ما قلت than؟ لان مفهوم ان علي اسرع من احمد، مش لازم اعيد بقى الكلام تاني. طب مثال كمان عشان يوضح اكتر. بيقول لي it's noisy here، يعني الدنيا دوشة هنا. can we go somewhere؟ تيجي نروح مكان نقط. الدنيا دوشة هنا، تيجي نروح مكان ايه؟ مكان اهدى. طب اقولها ازاي؟ quieter، مكان اهدى. يبقى ممكن هستخدم المقارنة بدون than في الامثلة اللي احنا شفناها دي مع بعض. تعالوا نروح لمعلومة جديدة. بيقول لي ان ممكن استخدم كلمة most بدون الذا قبل الصفة عشان تديني معنى very. طب يعني the most اشيل الذا تبقى most ليها معنى تاني وهو ايه؟ كلمة very. تعال نشوف مثال. The article I have just read، المقالة لسه قاريها، was most interesting. المقالة لسه قاريها دي شيقة أو ممتعة جدا. يعني هنا most interesting بتساوي very interesting. تعال نروح بعد كده لمعلومة جديدة. بيقول لي إيه؟ ما تستخدمش الذا في حال قبل صفة التفضيل لو في ضمير ملكية أو apostrophe s. طب تعال نشوف مثال مع بعض. بيقول لي إيه؟ ندى is my best friend. مش طول عمرنا بنقول the best؟ فين الذا بتاعت best بقى؟ هنا في ضمير ملكية my قبل the best، فبنشيل الذا تبقى my best friend على طول. يبقى هنا فين الذا بتاعت best؟ ضيعها ضمير ملكية. مثال كمان بيقول لي ايه؟ ما ينفعش اقول ذا طبعا. بيقول لي نجيب محفوظ is Egypt's most famous novelist. نجيب محفوظ اشهر نوفيلست اللي هو روائي يعني مصري. بص الابوستروف اس بعد ايجيبت، ايوه Egypt's most famous. مش المفروض the most famous؟ طالما في ابوستروف اس قبل ذا بالتالي هنشيل الذا وهتبقى most famous، مفيش the most. يبقى ما بحطش الذا لما يكون في ضمير ملكية او apostrophe اس قبل ايه؟ قبل صيغة المقارنة بتاعتنا. تعال نروح معلومة جديدة بقى. بيقول لي كمان ما تستخدمش الذا. بيقول لي ما تستخدمش الذا قبل صيغة التفضيل مع الأعداد الترتيبية. يعني إيه؟ عارفين كلمة the first the second the third وهكذا، يعني الأول التاني التالت. قال لي لما يكون عندك صيغة تفضيل ما تشيل الذا برضو. يعني the first ما تقولش بقى the first the biggest، لأ هتقولها إزاي؟ بص كده. كايرو is the first biggest city in Egypt. مصر هي أو القاهرة أكبر أو أكبر مدينة فين في مصر؟ أكبر مدينة. يعني إيه أكبر مدينة دي؟ يعني أقول لك the first biggest أكبر إيه؟ أكبر مدينة. طب هنا the first تمام؟ المفروض يبقى biggest قبلها ذا زي ما إحنا متعودين نحط الذا قبل إيه؟ الاس تي. طب مفيش بقى إيه؟ مش هنقدر أحط الذا هنا عشان الأعداد الترتيبية اللي هي the first والسكند موجودة قبلها، فبالتالي بنحذف الذا قبل كلمة biggest تبقى the first biggest. تعال نشوف مثال كمان. بيقول ايه؟ The United States الولايات المتحدة is the second largest country in the world. الولايات المتحدة أكبر تاني بلد في العالم حيث المساحة مثلا. يبقى the second largest. طب شايف largest دي مش المفروض يبقى قبلها the largest؟ لا هنشيل ذا عشان الأعداد الترتيبية اللي هي the second قبليها، فبالتالي هنشيل الذا في largest. يبقى الخلاصة لما يكون في the first the second the third هنشيل الذا مع صيغة المقارنة اللي فيها the est هنشيل منها الذا وهنسيب est في الآخر عادي. تعال نروح لمعلومة جديدة وهي بقى إيه؟ في حالة التساوي. دي المعلومة دي قديمة جدا، خدناها في ابتدائي وإعدادي زمان، ودلوقتي هفكركم في حالة التساوي بين الصفات. لما يكونوا الاتنين متساويين في الصفة بنعمل إيه؟ بنجيب as صفة as adjective as. دي في حالة التساوي. تعال نشوف مثال. منى is as tall as أحمد. يعني إيه؟ منى
طويلة زي أحمد، يعني متساوية مع أحمد في الطول. جميل. طيب تعال نشوف بقى مع بعض في حالة عدم التساوي بنستخدم إيه؟ not as أو so صفة as. فنحط كلمة not بس as صفة as، ويجوز استخدام كلمة so في حالة النفي بس. يبقى ممكن استخدم so بدل as في حالة النفي بس، أو هتستخدم so في الإثبات. as صفة as إثبات في حالة التساوي. في حالة عدم التساوي not as صفة as أو not so صفة as، دي في حالة عدم الإيه؟ عدم التساوي. تعال نشوف مثال مع بعض كده. بيقول لي إيه؟ منى is not as so old as أحمد. منى مش قد أحمد في العمر. استخدمت إيه؟ not as so أو not as old as أحمد. ممكن استخدم زي ما قلت لك في النفي استخدم as، أو ممكن استخدم so في حالة النفي. عندنا معلومة خطيرة بقى بتقول لك إيه؟ إن إحنا as صفة as دي بتساوي the same، يعني نفس الإيه؟ بجيب بعدها noun as، يعني as صفة as بتساوي the same noun as. طبعا مش هتفهم حاجة. طيب تعال نشوف مثال عشان نوضح أكتر. بصوا، رانيا is as old as مها. رانيا is as old as مها، يعني رانيا قد مها في العمر. ده معناه إيه؟ معناه إن رانيا is the same age as مها. رانيا نفس عمر مها. خدت بالك من الفكرة؟ يبقى as old as ده بعد في الإيه؟ متساويين في العمر. ده معناهم إن هم بيكونوا the same age نفس الإيج as مها. إيه الملاحظة هنا بقى؟ إن as صفة as، لكن the same جه بعديها الناون وبعد كده كلمة as. the same age as قد بعض في الإيه؟ نفس العمر. تعال نشوف مثال كمان. سامي is as tall as رامي. as tall as ادي بعض في الايه؟ في الطول، ادي بعض مساويين في الطول يعني. طيب ده معناه ايه؟ ان سامي is the same. مين شاطر يجيب دي بقى؟ رامي is the same ايه؟ the same لا طول مش هتعرف تجيبها، صعبة شوية. the same height. سامي is the same height. سامي is the same height as رامي. يبقى هنا طول الصفة بجيب النون منها، هنا هتبقى height الارتفاع. مفيش نون من كلمة طول، عشان كده هستخدم كلمة height. the same height as رامي. الجزئية دي مهمة جدا نخلي بالنا منها. بعد كده عندنا how بي مع adjective، what بي مع noun. how صفة، what noun. how صفة، what noun. طيب تعال نشوف أمثلة عشان نوضح أكتر. how tall، بص خدت بالك هنا how جه وراها adjective صفة how tall، لكن what height. لما اجي اسال على الطول اقول هاو تول، تمام، او وات هايت. يبقى هاو معاها صفه، وات معاها ناون، الاسم من مين؟ من كلمه طول. مثال كمان هاو اولد كام العمر. بص وات ايج كام العمر برضو، بس ايه؟ وات معاها ايج الناون. هاو هاي وات هايت. هاو هاي وات هايت الارتفاع، طبعا بسأل ارتفاع. هاو هاي وات هايت. بعد كده هاو ديب بسأل على العمق. هنا ديب صفة عميق، لكن وات ديبث العمق طبعا. بعد كده هاو لونج كام الطول برضو، بس الطول هنا افقي زي نهر النيل مثلا، لكن هنا بقى وات لينكس اللي هي ايه؟ بتسأل على الطول برضو، بس هنا وات معاها ناون. يبقى هاو صفة، وات ناون، اوعى تنسى. تعال نروح بعد كده بقى كلما دي اهم جزئية في الجرامر مقارنة الصفات، مهم جدا. كلما ايه حكاية كلما دي يا جماعة؟ دلوقتي لما احب اقول كلما ذاكرت اكتر، كلما جبت درجات اعلى، كلما اكلت اكتر، كل ما هتتخن في الوزن او هتزيد في الوزن، كل ما عملت رياضة كل ما تبقى لائق بدنيا. هقولها ازاي الجمل دي يا جماعة؟ تعالوا نبص مع بعض. عندنا تركيبة مهمة، تركيبة كلما. قال لي بنجيب اول حاجة ذا وبعدين طب لو كلما حاجة زادت قال لك تحط كلمة مور، ذا مور. كلما حاجة زادت. طب لو كلما حاجة قلت حط كلمة less، يبقى ذا مور كلما حاجة زادت، أو ذا less كلما حاجة قلت. أو ما عنديش حاجة زيادة ونقصان، عندي صفة بحط لها اي ار. يعني لما عاوز اقول ايه؟ كل ما كنت اسرع. طب اسرع دي هعمل ايه؟ ذا فاستر. كل ما كنت افضل ذا بيتر. كل ما كنت اطول ذا تولر. كل ما كنت اكبر ذا اولدر. يبقى لو عندك صفة حط لها اي ار، ما عندكش صفة هتحط كلمة مور أكتر وليس أقل. طب وبعدين بتجيب السبجكت وراه الفيرب، فاعل. طب والناحية التانية بتجيب ذا برضو، وبرضو مور أو ليس أو الأدجكتيف عندنا بتاعتنا فيها اي ار برضو نفس الكلام، يعني نفس الكلام هيتكرر الناحية التانية، وتبقى الجملة دي معناها إيه؟
كلما. تعال نشوف أمثلة. بيقول لي the harder you work the harder you work كلما اشتغلت بجد. the higher marks you'll get كل ما جبت درجات أعلى. the harder you work بص harder هنا the كده hard الصفة هتلاقي you work كل ما اشتغلت بجد. the higher marks كل ما جبت درجات أعلى. تعال نشوف مثال كمان. the more you eat the fatter you will be كل ما أكلت أكتر the fatter. بص الناحية التانية the fat وحطيت لها the fatter you will be كل ما كنت أتخن. كل ما تاكل أكتر كل ما تبقى أتخن. مثال كمان the less fat you eat كل ما أكلت دهون أقل the healthier you will be كل ما كنت أكثر صحة. عاوزك تلاحظ بقى الإيه the وراها more أكتر أو less أقل أو صفة فيها ونفس الكلام من الناحية التانية عشان تبقى القاعدة دي معناها إيه؟ كلما. نخلي بالنا قاعدة مهمة جدا جت في امتحان ثانوية عامة سنين كتير. تعال نروح برضو لجزئية مهمة جدا وهي إيه؟ في تعبيرات عندنا بنستخدم فيها ذا مع المقارنة بين اتنين. ذا ومقارنة بين اتنين مش انت قلت لنا بنحط وبعد كده ذان مفيش ذا في مقارنة بين اتنين تمام. بس هنا بقى في تعبيرات مهمة جدا ودي حالة استثنائية مهمة جت في الامتحانات برضو كتير وبتيجي في الامتحانات كتير برضو عشان بتوقع ناس كتير في الفكرة بتاعتها. تعال نشوف مثال كده. مازن is taller than زياد. مازن يا جماعة أطول من زياد. مازن أطول من زياد. طب إيه المشكلة؟ عارف ده معناه إيه؟ معناه إن مازن is not of the two. مازن بيكون نقط في الاتنين. يبقى مازن أطول من زياد. جميل. يبقى ده معناه إيه بقى؟ معناه إن مازن هو الإيه؟ الأطول في الاتنين. أنت عارف مين الاتنين؟ مازن وزياد. يبقى التعبير ده لما أجي أقول of the two لما تلاقي كلمة of the two بنستخدم مع بعض ذا والصفة بنحط لها تبقى إيه؟ the taller. يبقى إيه بقى الفكرة هنا استخدمت ذا مع إمتى استخدمها؟ لما تلاقي كلمة of the two في الاتنين. يا مازن هو الأطول في الاتنين معنى كده بالعربي. مازن is the taller of the two الأطول في الاتنين. تعال نشوف مثال تاني عشان تبقى أوضح. ماي is older than منى. ماي أكبر من منى. ماي أكبر من منى. جميل. ده معناه إيه؟ إن ماي نقط of the two. خلاص أنت بقيت شاطر بقى. هتعمل إيه؟ of the two عندك of the two هي في الاتنين. يبقى هنجيب الذا زي ما أنت قلت برافو عليك. the أو the older of the two. the older of the two يعني الأطول في الاتنين. وبكده نكون وصلنا لنهاية الجرامر بتاعنا الجميل ده. ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان يجيلك كل الحاجات الجديدة واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله.